أما المساجد التي يحكمها ما يسمى بهيئة علماء المسلمين، وهي هيئة علماء الكفر والفساد والمنافقين، فهذه المساجد يجب أن تهدم، ولا يجب أن يتم التراجع عن هذه المسألة. قوانين الله يجب أن تطبق بدون محاباة وبكل صراحة وبدون مراعاة لأحد. ويجب تطهير مدينة سامراء وكذلك سائر المدن، ولكن بالدرجة الأولى سامراء المقدسة يجب تطهيرها من هؤلاء الكفر الوحوش. وإذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في ذلك فيجب أن تترك المجال للشعب لكي يتحرك. هذا الشعب استطاع أن يسقط 14 محافظة في زمن نظام ديكتاتوري بائس قاهر، ليس صعبا عليه أن يصفيه من الحثالات، أن يصفي مدينة كهذه من الحثالات. هو قادر، شعب جبار، ولكن ليتركوه ليتحمل مسؤوليته.